حمزة عبد الكريم لاعب مصري رايح برشلونة، لمسية. تعال اقول لك شوية ديتيلز وتفاصيل كده لذيذة هتعجبك، ما اعتقدش ان انت سمعتها. لايك وشير وفولو وجهة نظر في كومنتات، وصلى على النبي وزين النبي صلى عليه افضل الصلاة والسلام. انا كنت واخد الاول الخبر هزار كوميديا، ده رايح برشلونه ده. يا عم ده صلاح محسن قبل كده طلع قال لك ليفربول كانت عايزاني، وباسم مرسي قال لك ده انديه انجلترا بتخانق عليا، وكل لاعب الاهلي بقى يجيبه او ما اعرفش مين يجي الاهلي يقول لك ده انا كان جالي عرض من انجلترا ورفضته عشان خاطر عيون النادي الاهلي وعشان خاطر العب في النادي الاهلي العالمي. ولكن الامر اصبح حقيقه، وحمزة عبد الكريم خلاص هيروح اعارة 6 شهور في لمسية. ايه هو لمسية؟ لمسية هي اكاديمية برشلونة. لمسية بالكتالوني يعني مزرعة، هي بتزرع اللعيبة لبرشلونة وتطلع الزرعة كده الجامدة تفضل للفريق الاول. عارف ان ميسي وفابريجاس وكارلوس بيول وجوارديولا مثلا وانيستا وتشافي هرنانديز خرجوا من هذه الاكاديميه؟ طب في 4 لعيبه مغاربه قبل كده، 4 لعيبه عرب والاربعه مغاربه التحقوا باكاديميه لمسيه. منير الحدادي والياس اخوماش وعبد الصمد الزلزولي في منتخب مغربي دلوقتي، وشادي رياض ده اخر لاعب دخل اكاديميه لمسيه. اذا حمزة عبد الكريم هو أول لاعب مصري في التاريخ يلتحق بأكاديمية لمسية إعارة 6 شهور، وهو خامس عربي في التاريخ يلتحق بهذه الأكاديمية. هو راح إعارة 6 شهور، الدنيا ظبطت، هيكمل بعد كده بقى يتطور، أكاديمية بقى بتنمي كل حاجة في اللاعب، بعد كده يتطور يروح الفريق الأول يكسر الدنيا العالمية. النادي الاهلي يصل الى العالميه من خلال حمزه عبد الكريم، واول تعاون ما بين النادي الاهلي وبرشلونه، واعتقد اول تعاون ما بين برشلونه واي نادي مصري تقريبا. فده هيفتح مجالات كتير جدا ولعيبه كتير جدا هتتحفز، ولعيبه كتير جدا هيبقى عندها حافز ان هي يلا انا هروح الاهلي عشان الاهلي ده ممكن يوديني برشلونه. طبعا اتمنى يحصل معانا كده ان شاء الله، حتى اي نادي ياخد من عندنا اي حاجه باي حاجه، ده احنا معناش فلوس. لايك وشير وفولو وانتظر كومنتات وشير مهم جدا جدا الفيديو، فولو متابعه مهمه لو انت ما تشوفني. سلام.